عجل من الكاف على حكم مباراة نهضة بركان والزمالك المصري. مرحبا بقناة الخبر. كما نعلم الزمالك المصري احتجوا على حكم المباراة الذي هو من تونس. كيف أتى الرد الآن؟ وماذا قال الزمالك بعد رد الكاف؟ وقبل كل شيء، من يتفق معي أن حضور فوزلقجع بمباراة اليوم سوف يكون مميز فليضغط على زر لايك. ودعونا ندعو للاشتراك بهذه القناة الجديدة التي اسميناها قناة الخبر. لماذا ذكرنا تواجد فوزلقجع؟ أكدت مصادر أن لقجع سوف يكون حاضر برفقة وليد الركراكي. ذكرت مصادر إعلامية أن اللقاء الذي سيجمع نادي نهضة بركان والزمالك المصري سوف يحضره شخصيات وازنة. وحسب الإعلامي البركاني محمد التلاغي فإن رئيس الجامعة الملكية لقجع سيحضر هذا اللقاء الهام، وذلك رفقة الركراكي، وهذا يعتبر دعم واضح وصريح لنهضة بركان. والأمر لم ينتهي هنا، وليد الركراكي أيضا قام بزيارة إلى مكان إقامة نادي نهضة بركان قبل بضع ساعات من المباراة، وقد شجع الركراكي لاعبي نهضة بركان على الفوز بالمغرب لتسهيل مهمة المباراة العودة التي سوف تقام بمصر. أكد لقجع والركراكي أن تواجدهم مع اللاعبين يعطيهم معنويات عالية. وبما أننا نتحدث عن مباراة نهضة بركان والزمالك المصري، السؤال الذي يطرح: ما هي ردة فعل أبواق الجزائر؟ الصحف الجزائرية تعترف رسميا بسبب قضية نهضة بركان. تقر الصحف الجزائرية بفشل الجزائر بمواجهة الكاف والجامعة الملكية المغربية ونادي نهضة بركان بعد تحديد مواعيد الذهاب والإياب. لأن المباراة أصبح يفصلنا عنها ساعات، الجزائر اقتنعت والإعلام الجزائري رضخ للأمر الواقع. وقد أكد الإعلام الجزائري أن المباراة سوف تنعقد اليوم، وقال إن المباراة سوف تنعقد اليوم، لكن سوف تبقى أزمة القمصان محل نظر من الطاس. ويجب أن نشير أن حكم الطاس قد يتأخر لمدة قد تفوق 6 أشهر. وعندما نقول أن المباراة سوف تجرى بموعدها انتهى الجدل. هذا ما يؤكد خسارة اتحاد العاصمة ذهابا وإيابا، واستيقظوا الآن من الحلم، رأوا الأمر الواقع ألا وهو مباراة اليوم. والأمر الغريب أن منابر إعلامية جزائرية أخرى تحاول إثارة المغالطات. ترفض مجموعة من المنابر الإعلامية الجزائرية الإقرار بصعوبة موقف اتحاد العاصمة وعدم وجود أي ذرة من إمكانية إلغاء النهائي الحالي بين نهضة بركان والزمالك حسب ما يتم ترويجه. أي بعض وسائل إعلام أخرى جزائرية تحاول إعطاء الأمل للجزائريين لآخر لحظة. فتخيلوا ما تقوله وسائل إعلام جزائرية. قالوا أنه من المحتمل أن لا يحتسب الكاف نتيجة المباراة التي سوف تقام اليوم. إذا من هنا نرى لم يتبقى على الجزائر أن تعطي القوانين التي تحلو لها وتعطيها للكاف لكي يتم تنفيذها فقط من أجل أن ترضى الجزائر وأن تأتي القوانين كما يحلو لها. لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما زالوا يسيرون عكس التيار. وبما أننا ذكرنا صفعة الكاف المؤخرة التي تلقتها الجزائر بخصوص ما يخص مواعيد مباراة الذهاب والإياب لنهضة بركان والزمالك، بالآونة الأخيرة الزمالك المصري احتج على حكم المباراة الذي هو الحكم التونسي. سبب الاحتجاج كان حكام تونسيين بتقنية الفار بالذهاب والإياب، مع العلم أن مدرب نهضة بركان أصله من تونس. لهذا اعترض الزمالك. كيف أتى الرد الآن وماذا قال الزمالك؟ قبل ساعات من المباراة الزمالك قال إن الكاف لم يرد على احتجاجنا من أجل الفار بمباراة بركان، وهذا الأمر يعتبر غريب لأننا وجهنا احتجاج رسمي والكاف لم تعبرنا. كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك
عن آخر مستجدات قيام مجلس إدارة الأبيض بالاعتراض على حكم تقنية الفار الذي هو من تونس. يأتي ذلك بعدما قدم مجلس إدارة نادي الزمالك اعتراض رسمي للكاف بسبب تواجد حكم تونسي. قال الإعلامي حسام المندوه: نتمنى أن لا تحدث أي مشكلة بالتحكيم. نحن أعربنا عن تخوفنا وأنه ممكن أن يحدث حساسية لأن الحكم تونسي ومدرب نهضة بركان تونسي، أي ربما يحدث انحياز. قائلا: لا يوجد جديد بتلك النقطة إطلاقا، نتمنى أن لا تحدث أي مشكلة، أي أن الكاف لم يرد على احتجاج الزمالك. تابع: أمورنا جيدة ومعنوياتنا مرتفعة، لكن يخيفنا تواجد حكم تونسي بغرفة الفار. طبعا هذا الاحتجاج الذي أتى من الزمالك للمرة الثانية على التوالي شكل غضب داخل الإعلام التونسي الذي خرج ليقول: لماذا يتم اتهام الحكم منذ الآن والمباراة لم تبدأ بعد؟ ولماذا يتوهمون ويريدون إيهامنا أن هناك مشكلة سوف تحدث بالتحكيم؟ مؤكدين أن الكاف لم ترد على طلب الزمالك لأن الزمالك ليس لها أي حق بطلب تغيير الحكام، فقط لأنهم من تونس ومدرب نهضة بركان تونسي. هذا ليس حجة واضحة، إنما سبب واهي. لهذا الكاف لم يرد على احتجاج نهضة بركان. إذا لحدود الساعة المباراة منعقدة، وأيضا حكم الفار هو حكم تونسي، ولا بد أن نؤكد على قميص نهضة بركان البرتقالي وعليه آتاي الدحميس والخريطة الكاملة، خريطة المملكة المغربية ولا عزاء للحقد. وبعض النشطاء الجزائريين قال: إلى متى الإعلام الجزائري سوف يبقى يبيعنا العجل ويعلقنا بأوهام فقط من أجل التشويش على أزمات البلاد الداخلية؟ أكبر وهم تعلق بعقول الجزائريين إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. لحدود الساعة ينتظرون إعادة هذه المباراة. دعونا نذكر بالاشتراك بهذه القناة الجديدة التي اسميناها قناة الخبر لنبقى مستمرين دائما بآخر التطورات والأحداث. كل الحب وقت. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام: أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.